السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اسمع معي قليلا هذا الحديث، حديث فيه عبر وعظات عظيمة جدا جدا. اسمعي إلى الآخر إن شاء الله ما نطول عليك، لكن والله حديث عجيب. هذا حديث رواه الإمام الترمذي وحديث صحيح من رواية شفي الأصبحي وهو أحد التابعين. يقول: دخلت المدينة ثم دخلت المسجد فوجدت رجلا قد اجتمع الناس حوله، فإذا هو أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتركته حتى انفض الناس من حوله، ثم جئت إليه قبالة وجهه فقلت: يا أبا هريرة، أسألك بحقي وحقي، إلا حدثتني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان أبو هريرة متكئا فاعتدل في هيئته ثم قال: أجل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شفي: ثم نشغ أبو هريرة نشغة. كيف نشغ؟ يعني أخذه مثل الرعدة، أحس بشيء من التعب لما أراد أن يقول الحديث، هو معناه هذا حديث مخيف. ثم هدأ، يقول: تركته حتى أفاق. ثم قال في الثانية: أجل أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس بيني وبينه أحد، أو ليس معي ومعه أحد. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فتركته حتى أفاق. ثم قال في الثالثة: أجل أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس معي ومعه أحد. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة هي أشد من الأوليين حتى سقط خارا على وجهه، فأسندته على ركبتي طويلا. الله، معناها في حديث مخيف. أبو هريرة كل ما أراد أن يقوله ما يستطيع، كاد أن يغمى عليه، سقط وخر على وجهه. يقول: فأخذته وأسندته على ركبتي وقت طويل حتى أفاق، ثم مسح وجهه رضي الله عنه ثم قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يأتي يوم القيامة فينزل إلى الخلائق للحساب، والأمم جاثية، يعني على الركب، جثي على الأرض من تعظيم الله جل جلاله. قال: ثم يدعى ثلاثة نفر، بقارئ القرآن وبالمتصدق والمجاهد الذي قتل في أرض المعركة. قال: فيؤتى بقارئ القرآن. شوفوا معي، حاولوا تتخيل معي المشهد، صورة مرعبة والله الذي لا إله غيره سنراها يوم القيامة في محاكمة مكشوفة يراها ويسمعها كل الناس، عسى الله أن يستر علي وعليكم. فيكشف الله هذه المحاكمة ليسمعها الجميع، فيقول لقارئ القرآن بعد أن يعرفه نعمته فيعرفها: ماذا عملت فيما أعطيتك؟ أعطيتك صوت حسن، ذاكرة جيدة، حفظ بها القرآن، مكنتك من إمامة الناس، يعني أشياء كثيرة. ثم ماذا؟ قال: يا رب، قرأت القرآن وكنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، وقرأت القرآن فيك وتعلمته فيك، يعني إخلاص لك. يكذب على الله. قال الله المطلع على ما في القلوب الذي يعلم السرائر: كذبت. وتقول الملائكة بعد قول الله هذا: كذبت. تصور معي المشهد، والملائكة تضج، والملائكة كم أعدادها الله أعلم بها، وهذا المسكين أمام الله وهو يقول الله له: كذبت، والملائكة تقول: كذبت. أي رعب أكثر من هذا الرعب؟ قال الله: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل هذا نصيبك من الدنيا، هذا الذي تريد أعطيته، فأثنى الناس عليك، يكفيك هذا. قال: ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في أرض المعركة فيعرفه الله نعمته فيعرفها. قال الله: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ الشجاعة، القوة. قال: قاتلت يا رب حتى استشهدت في سبيلك، يعني ما عاد في شيء بعد الموت، دمائي انتثرت على الأرض من أجلك يا رب، تقطع جسدي لأجلك، ما يكفي هذا؟ قال الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. قال الله: إنما قاتلت ليقال جريء، شجاع، وقد قيل ذلك. قال: ثم يؤتى بالمتصدق اللي ما شاء الله أياديه بيضاء وينفق، فيعرفه الله نعمته: ألم أوسع عليك؟ ألم أعطك؟ ألم أجعلك لا تحتاج إلى أحد؟ بلى يا رب، بلى يا رب. قال الله: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ قال: يا رب، أنفقت في سبيلك، وكنت أصل به الرحم، وكنت أعطي المساكين. ويخبر الله عز وجل: والله يعلم بكل سريرة وبكل ما في القلب. قال الله: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت. قال الله: إنما تصدقت ليقال جواد، يعني كريم.
صاحب أيادي بيضاء ما شاء الله، المتصدق الفلاني، صاحب المساكين، إلى آخر من هذه الألفاظ التي بعض الناس إنما يتصدق ليقال عنه هذا والعياذ بالله. يقول شفي الأصبحي: ثم ضرب، قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، هؤلاء الثلاثة نفر أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نعوذ بالله. تسعر بمعنى توقد النار. أول ما توقد بمن؟ بهؤلاء الثلاثة. يقول شفي الأصبحي: فذهبت بهذا الحديث فدخلت به على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فقرأته عليه. قال: فبكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، ثم قال رضي الله عنه: إذا كان هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار فكيف بغيرهم؟ كيف بالعصاة والمجرمين وأهل الفواحش؟ ثم قال رضي الله عنه: صدق الله العظيم إذ يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يا لها والله من خسارة. فوصيتي لنفسي وإخواني وأخواتي أن نخلص النية لله في أعمالنا، فهي المنجية في ذلك اليوم العظيم. أسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.